مش كل برج عدى من 2025 بنفس الشكل. في ناس اتدمرت نفسيا وفي ناس خرجت منها أقوى من الأول. تعال أقول لك مين أكتر أبراج تعبت السنة دي بالترتيب من وجهة نظر الطاقة والفلك. برج السرطان، السنة دي كانت تقيلة عليه نفسيا جدا، تعب من الناس خصوصا من المقربين ليه، خذلان بعد خذلان وقرارات صعبة كان لازم ياخدها بالعافية. الطاقة بتقول إن السرطان اتعلم درس إنه ما يعتمدش على حد. برج العذراء، العذراء مر بفترات شد وجذب رهيبة خصوصا في العلاقات والشغل، حس إنه بيبدأ من الصفر كل مرة. الطاقة بتقول إنه تعب من التفكير الزايد بس بدأ مؤخرا يتوازن في آخر الشهور. برج الجدي، سنة كلها بالنسبة له مسؤوليات وضغط وشغل بدون تقدير، حس إن الكل بيعتمد عليه وهو محدش شايفه. الطاقة بتقول إنها كانت سنة نضج قاسي بالنسبة للجدي. برج الحوت، عاش مشاعر متقلبة جدا السنة دي، حب وخسارة وانسحاب مفاجئ. الطاقة بتقول إن الحوت حس إن محدش فاهمه لكن في طاقة أمل جاياله في آخر السنة. برج الجوزاء، تعب من الناس والمجاملات. الطاقة بتقول إنه كان بيمر بدوامة من القرارات خصوصا صراع بين الماضي والمستقبل. برج الميزان، السنة دي بالنسبة له كانت صراعات داخلية بين اللي بيحبه واللي المفروض يعمله. الطاقة بتقول إن الميزان السنة دي اتعلم يقول لأ. برج القوس، القوس تعب جدا من علاقات سطحية وخيبة أمل خصوصا في الأصدقاء، بس مؤخرا بدأ يفوق لنفسه ويغير ويجدد من حياته. برج الدلو، الدلو كان بيحارب في صمت خصوصا في الشغل أو طموحه الشخصي. الطاقة بتقول كل التعب اللي فات كان عشان القفزة الجاية اللي هتحقق له نجاح واستقرار. برج الأسد، السنة دي كان عنده طاقة تحدي قوية جدا لكن مر ببعض الخيانات العاطفية اللي وجعته قوي. الطاقة بتقول إنه بيسترجع قوته من تاني وهبته اللي كانت مفقودة. برج الحمل في 2025 شاف شوية عقبات في شغله وفي الفلوس لكن طاقته القتالية أنقذته. الطاقة بتقول إنه رجع أقوى من الأول. برج الثور، السنة دي مشي بخطوات ثابتة بس في تعب بسيط بس كان عنده استقرار نسبي. الطاقة بتقول إنه بنى قاعدة قوية للسنة الجاية. برج العقرب، رغم إن في شوية دراما عاطفية بس الطاقة بتقول كانت سنة نهوض قوي ليه، بدأ يلمع من تاني ويمسك زمام الأمور. قول لي في الكومنتات برجك فين في الترتيب، وحسيت فعلا إن السنة دي كانت صعبة عليك ولا خرجت منها أقوى؟